السلام اخوتي المغاربه، نبغيكم تكونوا على خير وبخير وعاونونا اخوتي بلايك. خوتي المغاربه، بغيت نقول لكم المغرب يقدر ينضم للاتحاد الاوروبي، ولكن مستقبلا ماشي دابا، حيت هادشي دابا ديال الاتحاد الاوروبي خصو دراسه وخصو بزاف د الحوايج، والمغرب راه فات الدفاع زعما ينضم للاتحاد الاوروبي 1987، ورفضوا له الملف ديالو حيت قالوا له ماشي نفس الجغرافيا افريقيا مع اوروبا. ولكن ممكن المغرب يدخل الاتحاد الاوروبي باصلاح التعليم، بالصحه، بجميع المجالات، بالاقتصاد. والمغرب راه غادي دقه دقه كيصلح كيبني الطرق، كيبني البنيه التحتيه. يعني حتى الاتحاد الاوروبي هما بحال دابا هما كيفرضوا عليك شنو غيخصو يكون عندك باش تنضم للاتحاد الاوروبي. يعني يكون عندك الصحه مزيان، التعليم مزيان، حقوق الانسان، يعني الصحه بالمجان، يعني الناس كيتخلصوا مزيان، سميتو، يعني الطبيعه مزيانه، اي حاجه د الحياه موفرها في ديك الدوله باش كتنضم للاتحاد الاوروبي. حيت اوروبا عاوتاني ملي كتبغي تنضم لها كتعطيك اوروبا الشروط ديالها. شنو هما الشروط ديالها؟ كتولي تابع الاتحاد الاوروبي، يعني الحدود ديالك كيولي الاتحاد الاوروبي كيدخلوا ليهم وكيوليو بحال اللي كتعاونوا. الاتحاد الاوروبي كيكون تعاون بين الدول، بين فرنسا، بين اسبانيا، البرتغال، كيوليو يتعاونوا. والتضامن، صراحه التضامن الاتحاد الاوروبي راه مزيان، مزيان لاي دوله. يعني الدوله اللي كتدخل له راه كتستافد، وحنا نتمناو من المغرب يدخل الاتحاد الاوروبي، علاش لا؟ راه حتى المغرب غيستافد وعنده المؤهلات باش يستافد، يعني قريب من اوروبا وغيستافد المغرب وتستافد اوروبا. ونتمناو ان شاء الله يكون خير اخوتي المغاربه، وديما مغرب. وتحياتي لكم اخوتي المغاربه، تحياتي لكم.